السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض النهاردة عاملين فيديو على سلسلة تجهيز العرايس. هوريكم الحاجة اللي أنا جايباهي وقولوا لي رأيكم. اللي عنده إفادة لي مثلا إيه اللي أجيبه أكتر وإيه اللي أقلل منه يبقى جزاء الله خيرا. يا ريت تشتركوا لي في القناة وتكتبوا لي تعليقات حلوة ولايكات بالله عليكم عشان القناة ترفع معاكم حبايبي، وربنا يعطيني تعبي كده إن شاء الله. وأعمل اول حاجه معاكم في سلسله تجهيز العرايس. انا كنت عامله فيديو قبل كده في القناه، وادي الفيديو الثاني. اللي حابب بعد كده يشوف ايه اللي عندي جايبه فوط برضو، اللي عاوز يشوف الفوط اللي انا جايباهي يكتب لي. تمام. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجازيكم خيرا يا رب. ان شاء الله كده يرفع البلاء عن اخواتنا وحبايبنا في فلسطين يا رب، وينصرهم نصرا عاجلا ليس اجلا يا رب. اللهم ارحم شهدائهم يا رب، وقوي ضعفائهم يا رب، ويداوي جرحاهم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ مع بعض الفيديو. يلا بينا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا جايبه الحاجة ده، دي علب بلاستيك تتحط فيها اكل وتتحط في الثلاجة. دي علب بلاستيك. بس انا هطلع لكم حاجه وهي مش بالترتيب، هي كرتونه يعني جنبك. دي اطباق السلطه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. برضه دي علبه تانية. جايبه البولات ده. ايه رايكم؟ دي برضه لو هتعمل تغسل فاكهه خضار برضه العروسه لازم تحتاج. على ما اعتقد جايبه 3 منهم. ده باللون الاسود والاحمر والموفي البنفسجي دي. تمام. تمام. جايبه صينيه الفاكهه ده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دي حبه كباب شاي. دي اطباق السلطه زي ما انتم شايفين يعني 12. اللي عنده برضو خلفيه يقول لي يعني انتوا بتجيبوا كام مثلا. وجايبه اطباق خضار برضو 12. صواني شاي بالفرد يعني بالواحده. بس انا جايباهم كده ايه طقم 3. ده برضو طبق لو هي او ستانلس او ألمونيوم ديت مش عارفه الصراحه. هتغسل فيه خضار. وجايبه الطفايه دي حبايبي برضو زي ما انتم شايفين. بصوا وعلبه تاني بلاستيك. يبقى كده انا جايبه 3 و3. تمام. ودول 3. دي مجات شاي برضو اشكال تانية زي ما انتم شايفين. هي كرتوني وانا بوريكم. دي برضو مجات حلزونه كده على هيئه حلزونه يعني. وده ساده برضو. بصوا ما شاء الله يعني. يا رب يكرم البنات يا رب كده ونفرحوا بيهم. كل ام تفرح ببنوتتها يا رب ان شاء الله. يا رب كده يكرمهم بإنسان كويس ويكون ولد حلال. ده منظم معالق. من وصل لمرحلة التجهيزات زي يعني من كبر وصل لمرحلة التجهيزات. ان شاء الله ربنا يفرحكم بأولادكم يا رب. بص الصينية دي برضو دي طفاية تانية زي ما انتم شايفين. شوك
قطعة خضار، معلش عشان مكاني جميل. كانت موجودة في البيت أثناء ما كنت عملت لكم فيديوهات وسجلت الصوت. حاليا أنا مش لاقية حاجة أسجل على الصوت، فأنا بسجل بصوتي. اعذروني لو كان الأولاد بيتكلموا والعيال بيتكلموا، فدي حاجة غصبت عنا، مقدر الموقف اللي أنا فيه. جزاكم الله خيرا، ويا رب يكرم بناتنا وبنات المسلمين أجمعين، اللهم أمين. وكل أم تفرح ببنوتتها يا رب، وانا افرح باولادي ان شاء الله. دي بصوا حاجات كنت جايباها من فترات يعني. ده طقم برضو كبابه او كبابي او كبويات يعني. بصوا ايه رايكم؟ كبابي على قال ايه اسمه قشر السمك 6 برضو. دي عشان الحاجة مكرمة. طقم كيكة برضو. وده تاني طقم صواني كيكة برضو. دي الرفايق بصوا، المعالق مع شوك صغيرة. دي فرداني غير الشنطة اللي احنا بنجيبوها. مسكت اللحمي، حدا سيليكون، دي بتغسل بيها ليفة سيليكون، ليفة سيليكون للحلل الجرانيت وكده. وده برضو معالق فردانية يعني. قطعت البيتزا، حابة اقول لكم ان كنتوا وحشيني والله. بصوا خرطت ملوخية، كبابي مية، كبشة برضو، طباقة صغيرة ممكن للسلطات مثلا، فاكهة، سلطة فاكهة يعني كده يعني. ان شاء الله ربنا يكرم بنوتاتنا كده ان شاء الله، وهم براحتهم، حاجتهم طبعا مستحقاتهم يا جماعة، ربنا يكرمهم ان شاء الله. كبابة كنت جايبة زيها لنفسي انا بابا، ايه رأيكم؟ يعني كنت بعدين يعني بعد كذا سنة، مش انا جبتهم اول ما انا على ايامي كنت ست يعني. ما فيش الكلام ده. جوزوني صغيرة ضحكوا علي. بصوا رقم طقم سلطة الفواكه. الله بسم الله ما شاء الله، الصراحة بسم الله ما شاء الله. واخر حاجة يا ساجي يا سادة يا كرام، بصوا رقم الايس كريم، بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ حلو، دعوة حلوة منيكم. وطقم بتاع السمك ديتي، تنظيف السمك يعني 3. بنعمل السمك كده بإيدنا. على أيامهم هم ما شاء الله هيجيبوا ناس تطبق الهدوم، وناس يعني زي الغسالة كل حاجة الحمد لله. بس راح ارجع اوريكم الحاجة دي. بصوا راح ارتبها واوريها لكم. وادي الكرتوني، ادي الكرتونة اللي كنت مخزنة فيه، راح ارجع اوريها لكم، خليكم معاي. بصوا لغاية هنا وصلت لنهاية الفيديو. زي ما انتم شايفين دي عبارة عن كبابي وصواني والحاجات اللي انا وريتها لكم. تمام، يلا مستنية منكم دعوة حلوة البنوتي والبنات المسلمين أجمعين. يا رب يكرمنا ويكرمكم إن شاء الله كده، وربنا يوفقنا إن شاء الله. بالله عليكم اللي وصل لغاية هنا ينساش يعمل لي اشتراك في القناة ويكتب لي كومنت حلو. ولو عاوز باقي الحاجة اللي عندي أوريها له كومنت أنا
من اخواتي وحبايبي في الله. اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك ذو القوة المتين. حبايبي تنسونيش شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.